بتعاني من جفاف بشرتك واللي بيخليكي ترهشي فيها فبتحمر وبتحسي زي ما يكون جالك حساسية، يبقى الحل هو غسول أتوديرم انتنسيف جل مصاع من شركة بايوديرما اللي هيهدي بشرتك ويعالج كل مشاكل الجفاف، بس لو استخدمتيه صح وأخدتي بالك من عيوبه. فالهرش الجامد في البشرة بيكون بسبب جفافها وضعف حاجزها الطبيعي اللي بيحميها من التلوث والميكروبات. لما البشرة بتبقى جافة بتبقى مشدودة ومتشققة ووجعاكي لأنها بتبقى حساسة جدا لأي حاجة تلمسها، وهنا الغسول ده بيخش ويصلح كل ده عشان فيه مكونات طبيعية وفيتامينات بتقوي حاجز البشرة وبترطبها وبتغذيها. كمان مكوناته فيتامين بي وده فيتامين بيقوي البشرة وبيرطبها، وكمان بيحارب الجراثيم والفطريات والميكروبات اللي بيسببوا العدوى والحساسية. الغسول بينظف البشرة بعمق من غير ما يسبب لها أي جفاف، وبيهديها ويقلل الهرش والحساسية والإحمرار، وهو مناسب للبشرة الحساسة لأن ما فيهوش صابون ولا بارابين ولا عطور ولا ألوان. وطريقة استخدامه سهلة زي أي غسول، بس بتبلي وشك بمية دافية وبتحطي كمية صغيرة من الغسول وتدلكيه بالراحة، وبعدين تشطفيه كويس بالمية وبتستخدميه مرتين في اليوم. الغسول حجمه 200 مللي، بس بقى من عيوبه إنه ممكن يسبب جفاف لبشرتك، وده لو استخدمتيه كتير زيادة عن اللازم أو لو ما شطفتهوش كويس من بشرتك. ولو عايزة تعرفي أكتر عن غسول تاني للبشرة الجافة الحساسة جيك سيرافي، فشوفي الفيديو ده عن سيرافي هايدريتنج كلينزر اللي فيه الهيالورونيك أسيد و3 أنواع من السيراميد، وأشوفك في فيديو جديد قريب.